ايه هو سر السعاده الزوجيه؟ انك ما تتجوز ببساطه يعني. لا طبعا انا بهزر. الجواز موضوع صعب جدا، هو مشروع صعب جدا، والنجاح فيه اصعب. ان انت اتنين مهما كانوا مخطوبين او كانوا يعرفوا بعض فتره طويله، لكن مجرد ان هم بيقعدوا في بيت واحد وشهم في وش بعض الصبح كده والظهر والعصر وبالليل ويتقفل عليهم باب واحد، لا بتلاقي شخصيات مختلفة خالص. انت ممكن تكون تعرف خطيبتك او انت تعرفي خطيبك، بتشوفوا بعض كتير وبتخرجوا وبتتكلموا والكلام ده كله، لكن ما بتشوفهاش وهي صاحية من النوم عاملة ازاي وهو عايز ينام عامل ازاي. برضو فترة الخطوبة وفترة التعارف والكلام ده كله بيبقى كل واحد حابب ان هو يبين احسن حاجة عنده، لكن ما بتبقاش الامور على طبيعتها جدا. المهم ان من اهم اسباب نجاح العلاقة الزوجية عامة، وخلي بالك انا بقول نجاح مش الحياة الزوجية السعيدة بس، لا، لان الحياة الزوجية بيبقى فيها اوقات ups and downs. مفيش علاقة في الدنيا بتفضل طول الوقت حلوة وكويسة، لا، في مشاكل بتقابل اي زوج وزوجة وبتقابل اي اسرة في الدنيا. بس الفكرة كلها ان سر النجاح او سر الاستمرارية التفاهم، مش اي حاجة تانية. لازم ان الاتنين يبقوا عندهم قدر كبير جدا من التفاهم والتواصل والقدرة على الحوار، هو ده اللي ممكن ينجح اي علاقة. لكن لو مفيش تفاهم او لو مفيش قدرة على التواصل والحوار، وبندخل بقى اطراف تانية، اهل، اصحاب، بتاع اي حاجة من الكلام ده، لا، دي بتبقى علاقة مكتوب عليها الفشل. الفشل مش الاستمرارية. ممكن تبقى علاقة مستمرة لمدة 20 سنة و30 سنة، لكن هي علاقة فاشلة. العلاقة اللي الأوقات بتاعة الداونز فيها أطول من أوقات الأبس، أو الأوقات اللي أنت بتبقى مش مبسوط فيها بالعلاقة تبقى أكتر من الأوقات اللي أنت مبسوط فيها من العلاقة، دي علاقة فاشلة، أنت بتضيع حياتك فيها. أنت في الأول وفي الآخر هتعيش مرة واحدة، يا تعيشها كويس وتعيشها مبسوط يا ملهاش لازمة. في اوقات كتيره طبعا بتبقى مجبر على ان انت تكمل في العلاقه دي، سواء نتيجه ولاد، نتيجه ظروف ماديه، نتيجه مليون سبب. لكن في الاول وفي الاخر ان انت تقدر تحكم على العلاقه ان هي ناجحه او فاشله، تشوف انت الاوقات اللي انت بتبقى مبسوط فيها، او على الاقل نيوترال 60% سعاده. مفيش علاقه 100% سعاده ولا حتى 90% سعاده، بس انت لو انت بتتكلم ان انت معظم الوقت ما بين 60 و80%، الدنيا تبقى كويسه. اقل من كده لا، تبقى علاقه فاشله. واللي بيفشل العلاقه زي ما قلت ان مفيش تواصل او ان مفيش تفاهم. يعني لو انت الحاجه اللي انت بتحبها بتضايق مراتك، او الحاجه اللي مراتك بتحبها بتضايقك، خلاص ما انتوا ما ينفعش يا جماعه تعيشوا مع بعض اصلا. طب انتوا كنتوا فين من الاول؟ انتوا ليه كملتوا؟ ودي مشكله بيقع فيها ناس كتيرة جدا، ان هو يبقى فيه مشاكل اصلا في اول الجواز او في اول فترة الخطوبة والتعارف، ويكملوا بعد كده يقول لك اصل انا بحبها، اصل انا مش عارف، اصل هي بتحبني، اصل مليون مبرر. لا، في فترة التعارف وفترة الخطوبة لو في اي خلاف من اي نوع، يا جماعة انت النهاردة على البر، بكرة 5% دي هتبقى 100%. لو انتوا مش قادرين تحلوا خلافاتكم او في خلافات جوهرية ما بينكم في فترة التعارف وفترة الخطوبة، الخلافات دي هتتضخم مليون مرة بعد الجواز. الخلافات قبل الجواز غير بعد الجواز خالص، الموضوع مختلف تماما. فلازم عشان تكمل في علاقة ان انت توصل فيها لارتباط وجواز، سواء كان راجل او كان ست، لازم يبقى الموضوع كله مبني على التفاهم والقدرة على التواصل، وان الحاجات اللي كل طرف بيحبها تكون ما بتضايقش الطرف التاني، او تكون مش ازمة بالنسبة له. وما تفتكرش ان انت في حاجة هتتغير بعد الجواز، مفيش حد بيغير حد، لا راجل بيغير ست ولا ست بتغير راجل. ممكن تيجي على نفسك شوية بس مش تقدر تفضل جاي على نفسك طول العمر. فانت من الاول لو انت شايفة ان الشخص اللي انت مرتبطة بيه ده في حاجات بيعملها او في تصرفات بيتصرفها او في سلوكيات معينة بيسلكها عامله لك مشكلة وعامله لك ازمة، انسي، ده مش هيتغير. مش هتقولي مثلا لا هطبعه بطبعي او مش عارف، ماشي ممكن هيمشي معاكي شوية كده، بعد كده هيفرقع منك، مش هينفع. مفيش حد بيتغير يا جماعة، لازم تحطوها قاعدة، مفيش بني ادم بيتغير ولا للأحسن ولا للأوحش، هو خلقة ربنا كده. في طباع معينة صعب جدا
تغييرها. فمن الاول خالص لازم نبقى واخدين بالنا لو في مشاكل في اول العلاقه، او لو في ازمات مش قادرين نحلها او بنحلها بصعوبه، يبقى يا جماعه انتوا ما ينفعش لبعض. ممكن يبقى احسن واحد في الدنيا وهي احسن واحده في الدنيا، بس الاتنين مع بعض مش ماشيين. يعني انت احسن واحد بس لوحدك، وانت احسن واحده بس لوحدك. ما ينفع انتوا الاتنين مع بعض، حاجه تقرف، ما تنفعش. يعني بيبقى خليط توكسيك، ما ينفعش ان هو يتحط على يعمل بوم، يعمل فرقعه. فلازم الناس كلها تاخد بالها في الاول، يكون في تفاهم، ما يكونش في مشاكل، ويكون في قدره على التواصل والحوار.